اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بصحة وفي أحسن حال يا رب العالمين. يوم جديد وروتين جديد، وحشتوني والله من اخر فيديو كنت عملته معاكم. النهارده الجو حلو قوي وشجعني اعمل اللي انا اغسل الشبابيك، وكنت عايزه اغسلهم من زمان بصراحه. بس الجو والبرد ما كانش ينفع ان انا اغسلهم في الجو ده بصراحة. النهاردة الجو شمس، الحمد لله الحمد لله، احمدك واشكر فضلك يا رب. وبعدين كان عندي حبة نشاط كده وطاقة ايجابية، وقلت يلا ايه نغسل الشبابيك. مع ان الشبابيك دي تقيلة جدا جدا، شبابيك بتاعت زمان وتقيلة، الخشب بتاعها تقيل قوي بصراحة. ملك بنتي كانت ساعدتني اللي انا اخلعهم، وساعدتني برضو اللي انا اركبهم. كانت بتوقف تصوير وبعد كده بتساعدني بصراحة، عشان ما كانش ينفع خالص 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 اللي انا اخلعهم، تقال جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. بس كان لازم اغسلهم علشان بقى ابقى ايه، يبقوا نضاف كده ويبقوا حلوين كده يعني، ويقعدوا فترة طويلة على بال ما اجي اعملهم تاني ان شاء الله يعني. بس يقعدوا فترة الايه، الفترة اللي جاية ديت ان شاء الله، وفي رمضان يبقوا نضاف كده، علشان ما اقعدش ايه انزل واغسل فيهم بقى، وجو صيام وكده. كل سنة وحضراتكم طيبين. بشكر حبايبي من داخل مصر وخارج مصر اللي سألوا عليا، ربنا يعزكم ويكبر بخاطركم يا رب، زي ما انتوا دايما بتكبروا بخاطري حتى وانا مش معاكم في الفيديوهات وما بنزلش في الفيديوهات. فاكريني وبتسألوا عني وبتتفرجوا لي على الفيديوهات القديمة. ناس كتير بصراحة داخلين عندي وبيتفرجوا على الفيديوهات القديمة، حاسة اللي هم بيقولوا لي احنا معاكي وفي ظهرك ومش هنسيبك ابدا، حتى لو انتي ما بتنزليش كل يوم احنا عارفين ومقدرين ظروفك. حساهم والله من غير ما يتكلموا، حساكوا وانتوا لما بتتفرجوا لي على الفيديوهات بتقولوا لي احنا حاسين بيكي، عارفين عارفين ظروفك وواقفين معاكي، مش هنسيبك يا ام محمود. معرفش بقى الكلام ده صحيح ولا احساس كده يعني. ربنا كده يديم المحبة يا رب، ربنا كده يديم المحبة دايما ويحبب خلقه فيكم. كل اللي عندي وكل المتابعين وحبايبي انا بعتبرهم اخواتي وامهاتي وبناتي الصغيرين، ما بعتبرهمش متابعين مجرد متابعين وانا بنزل فيديوهات وبتتفرجوا لي عليها، لا بعتبركم جزء مني وجزء من اسرتي. الحمد لله، ربنا يديم المحبة بينا يا رب. ويا رب كده نشوف بعض ان شاء الله في الجنة، ونتجمع ان شاء الله يوم تحت ظله، يوم لا ظل الا ظله. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا كده يا رب يسعدكم دنيا واخرة، ويكبر بخاطركم قادر كريم يا رب العالمين. هنا بقى المية ما كانتش طالعة كويس. شلت الخرطوم بقى، قلت الخرطوم ده ما ينفعش خالص، المية كانت نازلة سرسوب صغير خالص. فقلت لا، جبت بقى ايه الجردل وبدأت بقى ايه اشطفهم الشطفة تمام كده. وصراحة نتفوا، حسيت كده براحة نفسية. كل ما انضف حاجة احس كده براحة نفسية كده، اللي انا قاعدة في روقان. بتعب اي نعم، وكلنا بنتعب في بيوتنا، وانتوا ربنا يعينكم. كل واحدة بتشتغل في بيتها وبتخدم عيالها يا رب. ربنا كده يا رب يا رب يا رب تفضلوا كده تخدموا نفسكم وتخدموا عيالكم وتخدموا حبايبكم يا رب يا رب، وانتوا واقفين ومحدش يخدمكم ابدا. رب ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب، ودايما تعملوا ومحدش يعمل لكم ابدا يا رب العالمين. حبايبي اللي دخلوا عندي لسه جديد، نورتوني وشرفتوني والله. ربنا يعزكم، ربنا يعزكم ويسعدكم دنيا واخرة يا رب العالمين. وحبايبي اللي معايا على طول ومعايا من اول وقت فتحت في القناة، ربنا كده يا رب يستركم دنيا واخرة. ربنا يا رب كده ما يحرمنيش منكم ابدا ويعزكم
ويخليكم كده في وسط حبايبكم وما يحرمكوش ابدا منهم يا رب العالمين. عايزة اقول لحبيبتي اللي قالت لي ادعي لي، اللي ربنا يفك كربي، ربنا يفك كربها يا جماعة، وادعوا لها تحت في الكومنتات. هي كانت بعتالي بصراحة، وانا قلت لما اعمل الفيديو هدعي لها في الفيديو، ربنا يفك كربها ويهدلها ولادها ويرجعهم لها سالمين غانمين يا رب العالمين، ويبعد عنهم ولاد الحرام، ويسعدها يا رب ويفرح قلبها بيهم. ربنا يا رب يرد كل غائب لأهله، وما يحرمش أبدا أب ولا أم يا رب من عيالهم أبدا يا رب العالمين. وخصوصا الأمهات اللي بتبقى بعيدة عن عيالها أو في ظروف كده وبعيدة عن عيالها، ربنا يرد عيالها ليها قادر كريم يا رب العالمين. طبعا وانا بركب كده الشبابيك في مقاطع كده مكة، بنتي راحة جاية هي عمالة تلعب بالأرنب، مش سايباه، مش سايبة الأرنب أبدا، معرفش في كيمياء بينها وبين الأرانب، بتحبهم وبتعشقهم موت لدرجة اللي هي بتكلمهم، حتى بتفضل تتكلم معاهم كده ومصاحباهم، بتلعبش مع اختها ولا مع اخواتها قد ما بتلعب مع الأرانب. بصوا تحس اللي هي في وادي تاني. ربنا يرزق كل مشتاق للذرية الصالحة يا رب العالمين عاجلا وليس آجل. ربنا ما يحرمكم ابدا يا رب من حبايبكم ومن عيالكم، ويرزق كل مشتاق يا رب العالمين. كنست بقى على خفيف كده وعلى بسيط، هي نضيفة، المكان نضيف وكل حاجة، بس برضو علشان ايه الواحد يفرش كده برضو على نظافة وكله كده يبقى مع بعضه نضيف كده وزي القشطة. الفرش كنت مهوياه، لازم كده ياخد الشمس طبعا، ما دام الشمس موجودة، الشمس دي حاجة مفيدة جدا وحاجة عظيمة، ربنا كده يا رب ما يحرمنا ابدا من الشمس ومن الدفا في الشتاء. تحس ان الفرش كده بقى ايه ناشف كده ومتعقم كده، حتى لو هو مش مغسول بيبقى الفرش متعقم كده وريحته حلوة. فانا بحب الفرش كده اللي انا فرشاه والحاجات اللي احنا بنتغطى بيها، البطاطين واللحاف وكده، يتعقم كده في الشمس ويبقى حلو كده. فاستغل الشمس بقى مادام طالعه النهارده وجميله، استغلها كده وانضف الحاجه. الاكل بصراحه البسله ديت انا كنت شايلاها في الفريزر مخزناها، يعني مثلا كل ما اجيب 3 مثلا كيلو بسله، اعمل كيلو ونص بسله وايه واخزن كيلو ونص، يعني دولت حوالي كيلو بسله، والنص برضو شايلاه. فبشيل مثلا ايه 3 4 اكياس كده، يعني مش هخزن كتير عشان انتوا عارفين برضو انا ما بحبش يعني اخزن الحاجات تقضيني طول الموسم او طول السنه من السنه للسنه. لا ما عنديش انا النظرية دي مش عندي خالص، يعني يا دوبك كيسين 3 كده ايه، وبعدين ايه ابقى اخدهم بعد مثلا فترة او مزنوقة مثلا في عمايل الاكل او بعمل حاجة في البيت ومنزلتش جبت حاجة للاكل ولا اي حاجة، فنفعوني بصراحة. كنت عاملة 3 اكياس، خدت كيس واتبقى كيسين مع كام جزراية كده، وعملت جنبيهم كمان رز بشعرية. طبعا كلكم بتعملوا رز بشعرية تمام احسن مني طبعا، وانا عملته كتير جدا 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 في القناة، فما حبيتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده في تفاصيل يعني معروفة وسهلة وبسيطة. بس عايزة اقول لكم احنا بنحب ناكل كده في طبق كبير كده زي ما انتوا شايفين، كلنا في طبق واحد، مادام هناكل كلنا يبقى كلنا كده في طبق واحد. مفيش حاجة عندنا اسمها مثلا ايه كل واحد طبقين، طبق طبيخ وطبق رز والكلام ده كله، لا، بنحب ناكل كده في طبق واحد كده، الاكل بيبقى فيه بركة كده ولما بنعوز برضو بنحط تاني على لغاية ما كله بيشبع بس بنحب ايه في طبق واحد كده يعني. غرفت بقى الاكل زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت كمان من المخلل الكرنبيط عندي، جميل جميل جميل، يا ريت تستغلوا الفترة اللي هو رخيص اليومين دولت وتخللوا شوية، بيتخلل على طول، تاكلوا منه بعد اسبوع على طول من التخليل. وده كان يومي النهاردة، وما تنسونيش بقى في اللايك يا حبايبي، وريت تتفرجوا لي على الاعلانات، واحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الف سلامة.